الأم هي أفضل حضانة لأطفالها، والأسرة هي أفضل مدرسة يتعلموا منها. طب ينفع نستبدل دور الأم بالحضانة؟ طبعا لأ. عمر ما دور الأم ينفع نبدله بحضانة، بس ينفع نستغنى عن الحضانة طول عمرنا. لو الأم ما بتشتغلش يبقى بلاش حضانات، لأن انت أفضل مربية وأفضل معلمة وأفضل موجهة وأفضل أخصائية لطفلك، بس لو انت عاوزة تعملي كده. بس للأسف معظمنا بيتكاسل وبيتساهل وبيودي حضانات، والنتيجة طفل باكي، طفل خايف، طفل بيتعرض للتنمر، طفل مهدد. وازاي تقدري تودي طفلك حضانة وهو عمره شهور أو سنة أو أزيد شوية، بس لسه ما تعلمش ازاي يتعامل مع الآخرين، ازاي يحكيلك لو بيتعرض لأي مشكلة؟ طب ما انت هتقوليلي ما انا بوديه حضانة عشان يتعلم كل ده. هقولك مع الأسف، مع احترامي لجميع الحضانات ومع احترامي لجميع المعلمات، معظم اللي بيشتغلوا داخل الحضانات غير متخصصات وغير مؤهلات للتعامل مع الأطفال، وحتى لو متخصصات في مجالهم. فالحضانات مشروع استثماري هدفه في الأول وفي النهاية هو الربح، مش الإنسانية. يعني محدش هيخاف على مصلحة طفلك قدك. وده مجرد رأي مش أكتر، لكن تبقى الأم هي الحضن والحضانة والحاضنة.